السلام. اليوم بتكلم عن عاصمة العالم، مدينة السلام وأرض الكرام. ثاني أكبر عاصمة في الوطن العربي، تغزل فيها الأدباء والشعراء، وظهر منها الحكماء والأمراء. مرت عليها أقوام وعجائب، أهوال ومصائب. المدينة اللي لولا هجوم المغول عليها لكانت متقدمة على العالم آلاف السنين بالعلوم والمعارف. بغداد. لها أسماء كثيرة وألقاب أكثر: الزوراء، دار السلام، المدينة المدورة. بس لحظة، ليش سموها مدينة المدورة؟ هل هي فعلا مدورة؟ يقال أن بغداد كانت موجودة حتى قبل الميلاد بآلاف السنين. على الأغلب أن تم بنائها في العصر الآشوري، ومرت عليها حضارات وايد: الدولة السلوقية، الإغريقية والفارسية، وانعرفت في عهد الفرس بمدائن كسرى، لين جت الدولة العباسية بالقرن الثامن الميلادي، وبنت بغداد بشكل مميز بهذاك الوقت. أسوار دائرية لها 4 أبواب، معمار فريد من نوعه، ونهر دجلة يمر بوسطها. المتفق عليه أن الخليفة جعفر المنصور هو اللي بناها بهذا الشكل، بناها لتكون أكبر مدينة بالعالم، لتكون مركز العلوم وعاصمة الأرض، وبالفعل كانت شديد. وبعهد الخلافة العباسية ازدهرت بغداد بشكل كبير، ووصلت لمرحلة الترف، حتى أنها ذكرت في قصص ألف ليلة وليلة. وخلال هذه الفترة تأسست في بغداد أول دار علمية في التاريخ الإسلامي، سموها بيت الحكمة. استمرت بغداد لسنوات، وانتشر فيها العلم والتجارة، لين صارت الحادثة المأساوية، كارثة الكوارث وفاجعة الإسلام، هجوم المغول والتتار. يقال أن نهر دجلة صار لونه أزرق بسبب حبر الكتب اللي تم رميها بالنهر، ومات 800 ألف إنسان. ماتت ناس وايد، وضاع علم كبير، وانتهى عصر الترف. قال المؤرخين أن سقوط بغداد على يد المغول هو نهاية العصر الذهبي للإسلام، وفعلا العين تبكي. مع بدايات القرن السادس عشر صارت على بغداد حروب بين الصوفيين والعثمانيين، لين قدروا العثمانيين السيطرة عليها، واستمر حكمهم 4 قرون. وفي عام 1917 خضعت بغداد للانتداب البريطاني. أما حالياً بغداد عاصمة بلاد الرافدين، وهذه المدينة العريقة تتكون من 27 منطقة يمر داخلها نهر دجلة، اللي خلاها موقع مميز. والحقيقة أن تاريخ المدينة ما ينذكر ب3 أو 4 دقائق بس. هذه المدينة الأسطورية تحتاج كتب وموسوعات عشان بس توصفها، ومهما مرت عليها أهوال ومصائب راح تبقى مدينة السلام وأرض الكرام. وبس، شاركونا بالتعليقات، هل في شيء ما ذكرناه عن بغداد؟ وشنو تعني لكم مدينة السلام؟ ونشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.